لجنه التنظيم، رئيس لجنه التنظيم استاذ حسام سمسم، معانا استاذ انس، دكتور ايمن، مستر سام، استاذ محفوظ، واستاذ تامر فرج، ولجنه التنظيم امير واشرف صافي. لجنه التحكيم زي ما انتخبوا اعضاء المنتدى 5 افراد باولويه الحضور. استاذ احمد غزي اعتذر، واستاذ ابو عمر اعتذر، عندنا مين تاني اعتذر؟ باسل مرسوم اعتذر وما حضرش، واحنا خدنا بالتصويت اعلى نسبه تصويت. فموجود معانا الحمد لله كامل لجنه التنظيم لجنه التحكيم من 5 اعضاء. تاني انس فكري، دكتور ايمن ابو هوا، مستر سام جيكوب، استاذ حسام محفوظ، واستاذ تامر كليكس. طبعا رئيس لجنه التحكيم ورئيس لجنه التنظيم مستر حسام سامسي. تمام؟ لجنه التحكيم دلوقتي كل واحد هيبقى معاه ورقه هيكتب فيها اسمه، كل واحد معاه ورقه هيكتب فيها اسمه، وعندنا في ورقه تاني زياده لو حد احتاج، وعندنا 5 معايير للتحكيم. كل معيار او مقياس من 1 ل10، كل مقياس من 1 ل10. عندنا الطعم اول حاجه الفليفر، فانت بتقول لكن بتقول الفليفر بتاعه الطعم بتاعه بتديله درجه من 1 ل10 على حسب ذوقك الشخصي. 2 بعد الفليفر. تمام كده على طول هتبتدي تشوف الايه؟ الافتر تيست من 1 ل10. خلاص؟ تالت حاجه الكلاود بتاع الليكويد من 1 هتديله برضه تقييم من 1 ل10. التجانس مهم جدا، التجانس ده بالنسبه للدي جي والدي جي، والفليفر من 1 ل10. اخر حاجه النيكوتين، احساسك بالنيكوتين وتاثيره عليك والثروت هيت من 1 ل10. فدول ال5 معايير اللي على اساسهم هتدي الدرجه بتاعتك. تمام؟ دي اول مسابقه ان شاء الله، توفيق للجميع. في نقطه مهمه دايما الناس بتختلف عليها، كل واحد هنا يا جماعه عايزين نوضح الحته دي للحكام وللناس. انت بتقول رايك الشخصي بناء عن وجهه نظرك انت، عجبك انت ولا ما عجبكش. في الاخر احنا بنجمع الدرجات، لما يجي ليكويد واحد ياخد اعلى درجه يبقى الليكويد ده هو اللي قادر يعجب 5 اشخاص مختلفين. تمام؟ من حيث الذوق واللسان والتست. خلاص؟ تمام؟ طيب هنوضح للناس ايه اللي بيحصل. في عندنا تنكات، في 9 تنكات، 9 متسابقين، كل تانك واخد رقم. احنا بس عشان تنكات كل تانك واخد رقم. امير لو سمحت الازايز الليكويد. عندنا 9 تنكات، الارقام دي ارقام عشوائيه. عندي 23، عندي رقم 63، عندي 61، عندي 35، عندي 3، عندي رقم انا ما حدش فينا يعرف الارقام دي بتاعت مين. 68. اللي مسجل الارقام كلها مستر امير من خلال برنامج على الاندرويد فون. البرنامج ده سجل فيه الاسم وسجل فيه رقم المتسابق، وكل متسابق ملأ ازازه ليكويد وتحط عليها نفس الرقم. احنا هنحطهم بنفس الترتيب عشان لو التانك خلص تقدر اشرب براحتك. معاكوا ساعه يا جماعه. وفي طبعا كله بيشرب قهوه عشان ينشط حاسه التذوق عنده. هنبتدي نرتب الازايز. ده 35، ده 43. الازايز كده كده عليها ارقام، دي ازازه فاضيه. طلع الازاز كلها مش مشكله، يتحط قصاد التنكات، لان كل واحد هياخد التانك لما يعوز يملى التانك هيملاه بالرقم بتاعه. خلاص؟ اتقدم لنا 9 متسابقين مكتوب اسمائهم. انت طبعا مش فارق معاك اسم المتسابق في حاجه، يعني دي مش تبعكم اصلا. كلنا عارفين الاسماء اللي حضرت وقدمت. محمد محسن، تمام كده، احمد ابو العزم ويزرد، احمد السيد فريسكي، احمد صفوت فاشن لاف، شريف نور ميلك ريزيرفد، احمد تامر تي بلان، شهاب فرج بالز، ايمن محمد مون فيب، مقدم بروني، احمد اباظه يو اف او كينج كاستر، ومحمد محسن مقدم ب امير. انا مش عارف اقرا الاسم، هو هامستر بس انا مش عارف. هورني هامستر لا مؤاخذه. هم هورني هامستر. طبعا متسابق رقم 10 مستر هاني سلامه ما قدرش يحضر. تمام؟ فخرج بره المتسابقه.
خلاص كده خلاص في اي حاجه؟ دريبت واجب بس عشان التانك دريبت واسع. انا دريت انت قصدك دريت ماشي كل واحد معاه دريت بتاعه. يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. خد اي تانك قصادك وابدا. لازم تتصور حسام خد اي تانك. ما تقوليش لا 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 لا. هو براحته احنا هنسيبهم ساعه ومعاه الورق زي ما هو عايز. هنسيبه ساعه وزي ما هو عايز براحته ساعه. طيب لو سمحت يا جماعه بعد اذنكم تاني بعد اذنك مفيش لجنه وهو لسه بعد اذنك لو سمحت في لجنه والناس قاعده شغاله في مسابقه مهمه. في 9 متسابقين قاعدين على الوقت. ممكن نستور مع اللجنه كل شويه. هم نديهم فرصه. حاضر ماشي. لما تروح خلاص انا بس نحافظ ان اللجنه شغاله يعني. نديهم فرصه يا جماعه يشتغلوا. نديهم فرصه يشتغلوا يا جماعه. في ورق زياده يا جماعه. المهم تأكدوا يا شباب ان كل واحد ياخد يكتب قدام الرقم اللي على التانك الرقم التقييم الصحيح. طبعا يا جماعه الارقام مهمه من جدا. الشرب يناولني. الارقام مهمه جدا. طيب عايزك يا باشا نعرف بس الاسماء على البوست يا جماعه. كل الشرح موجود حالا. انا عامل ابديت الثانيه بثانيه على البوست حالا. انا برافو ان انت قلت كده. لو سمحت انا بعد ان ابدا اكمل فيديو. لو سمحت يا جماعه نسيب اللجنه تاخد فرصتها بعد اذنكم. اللي عايز يقعد يقعد. يا جماعه احنا واخدين الموضوع بجديه جدا لان دي اول مسابقه في مصر بتتعمل للرجل. فاللي بيهزر مش مكانه هنا خالص. لو سمحت يا جماعه احنا سيبوهم ياخدوا وقتهم. زمان انا هصور صوره واحطها على البوست لو سمحت ركز معايا. راي هيك اظبط بقى اقرا شوف مصادر اظبطه براحتك. مفيش ليكويد الا لما يعمل حاجه صح. حاول تخلي وشك شويه جوه. لو سمحت هاخد صوره بس للجنه. وانتوا بتشربوا يعني. حسام بعد اذنك. سمسم. مشهور